هنعرف، حتى احنا كفاهمين ما كناش هنعرف الجماهير دي تخرج اصلا، لانها كانت هتبقى عايشه كويس. هم كمان يعني الله يرحمه جلال عامر قال جمله، قال الاخوان لا يعرفون الناخب الجائع الا اذا كان ناخبا. لا يعرفون الجائع الا اذا كان ناخبا، ما يعرفوش الا اذا كان ناخب. ما عندهمش في ادبياتهم، لما تقرا ادبيات الاخوان المسلمين ما فيهاش كلمه العداله الاجتماعيه، فيها فكره ايه؟ تجاره والزكاه وحق ربنا في الزكاه وخلاص. لكن فكره ان يكون لكل فرد نصيب عادل من ثروه بلاده، ان كل واحد يبقى عنده الحد الادنى من الكفايه، ما عندهمش في ادبياتهم الكلام ده. ده هي فلسفتهم راسماليه زي نظام الحزب الوطني، وانا بتصور انها ابعد كمان واكثر ظلم من نظام الحزب الوطني بكثير. طيب سريعا هترد لي على للمبدا والانتصار. بص، الانتصار للمبدا دائما بيصب في المصلحه دائما، ولكن المسؤولية أنا بقول لحضرتك الانتصار في المبدأ دايما بيصب في المسؤولية. أنا على المستوى الشخصي لم أنتخب شفيق ولم أنتخب مرسي. ما أنت انتصرت للمبدأ ولكن ما انتصرتش خد بالك من حاجة، الشعب المصري ناس كتير قوي بتقول لي الكلام ده وأنا برد عليها بقول لهم هو قولوا لي الناس اللي أبطلوا صوتهم دول كام ألف؟ عارف كام يا أسامة؟ 800,000. 800,000. طيب 800,000 دول ابطل صوته، يعني صوته باطل، يعني علم على الاثنين او علم غلط. طيب في المره الاولانيه قبل ما كان لسه ما فيش الناس المبطلين دول كان في كام صوت باطل؟ كان في 500,000 صوت باطل. اذا كل اللي ابطلوا صوتهم في مصر هم 300,000. انت واحد منهم. انا واحد منهم. 300,000 دول لم يؤثروا في النتائج باي شيء. طيب. وبعدين اقول لك حاجه، والله العظيم انا سعيد جدا ان شفيق ما جاش لسبب ابعد من فكره ان انا مش منحاز لمشروع شفيق. عارف هو ايه؟ ان لو شفيق جه كان الاخوان المسلمين دول هيبقوا بؤرة الثورة الجديدة على العسكر. طيب. وعلى شفيق، وكانوا هيعملوا الثورة الجديدة دي وهم هيبقوا في القلب منها واحنا هنبقى اطرافها، واحنا غصب عننا هنبقى واقفين معاهم، وكانوا هم دلوقتي سيطروا على البلد 200 سنة. تعليق تاني هقوله لك من غير ما انتظر اجابة منك. بلغ المخرج خالد يوسف ان الفريق شفيق ليس عار بل فخر لكل من انتخبه. اوكي دكتور محمد. عموما مش وقت، بص يعني معلش عشان لا معلش عشان احنا في وقت ما فيهوش الانقسام ده. احنا في الميادين كلنا ما فيش حد اسمها انتخب شفيق وحد انتخب صح، وهو ده اللي انا كنت ولا حد انتخب. احنا مصطفين صف واحد، وما فيش ما يسمى بكلمه فلول ومش فلول. ده الكلام ده كله دعايات الاخوان المسلمين لشق الصف في الميادين. احنا ما فيش لا هتافات لشفيق ولا هتافات لحمدين ولا هتافات لاي حزب من الاحزاب، والهتافات كلها لمصر، وكلنا مصطفين لان مدركين خطوره هذا النظام المجرم الفاسد الفاشل اللي ممكن يدخل مصر في نفق مش هنعرف كلنا نخرج منه. فاحنا متكاتفين على هذا الهدف، ومفيش فرق ما بين مصري ومصري انه ده انتخب مين ده انتخب تعقيبات الناس كان الشيء بشيء يذكر. دكتور محمد هقول لحضرتك كده بعض الرسائل اللي جت لانها كلها بتصب في اتجاه واحد. كمال الغزالي بيأكد طبعا على كلام الاستاذ خالد، بيقول الاخوان عاملين زي الحصبه، المرض لازم تاخده مره عشان ما يجيلكش تاني خالص.